عدد قديش حلو، لكن نسألك هل صحيح الحب يخوف كل هذا الحد؟ يعني أنت تخاف من الحب؟ أبدا. أكيد؟ أبدا. لو أخاف من الحب ما أغني عنه. أوكي ممتاز. الفنان باسم العلي ورا الخوف اللي شفناه عند الفنان عبد الفلك وله هو يقول أنا ما أخاف، يعني ما أخاف من الحب. الأغنية اللي تعجبك واللي بدك أن تغنيها شنو هي؟ أنا عندي أغنية تراثية. نعم. هي تراودني من زمان وأمنيت أنا أسجلها. نعم. وعندي مشروع أنا أسجلها، إذا كان في كاسيت أو صف. إن شاء الله. اللي هي تقول حكيت مطر صيف. ما باللي يمشون. حكيت مطر صيف. أيوة. نسمعها؟ إن شاء الله. خشيها بلقاء. حكيك مطر صيف، حكيك مطر صيف، ما بالليل يمشون، حكيك مطر صيف، حبوا ولد حيل، حبوا ولد حيل، خلاني جاي مجنون، حبوا ولد حيل، وحكيت مطر صيف، حكيت مطر صيف، وما بالليل يمشون، حكيت مطر عاشق عاشق. اليوم أقول اليوم وباكر باينون، وباكر باينون، وكل يوم أقول اليوم وباكر باينون، وبوسة العيون، وبوسة العيون، والظل ماشيين، وسم العين، وحكيك حكيك مطر صيف، وحكيك مطر صيف، وما بالليل يمشون، حكيك مطر عاشق عاشق. وعادتها عادة أو القوة يا أخوان، عادتها عادة
الفنان مهند محسن، المعروف انه بعض المشاهير يعانون كثيرا من محبة الجمهور وملاحقتهم لهم، وعلى ضوء هذا ممكن ان تحدث مواقف طريفة كثيرة رغم أحقية الجمهور بهذا الموضوع، لكن يعني ايضا لو توضح لنا فكرة تصورك عن مساحة جمهورك ايضا. الجمهور بصورة عامة هو يعني حساس جدا لما الفنان يعني يقدم فد أغنية أو في تواصل دائما مع الجمهور. نعم. يعني صعب انه يكسب الجمهور كله اذا كانت من كل الشرائح. فانا باعتقادي وحسب ما يعني قدرت يعني اقيم منها خلال هاي الفتره اللي نقدر نقول 5 سنوات اللي غنيت بها، يعني الناس الكبار يسمعون مهند محسن، الناس الشباب يسمعون مهند محسن، حتى يعني الاطفال يسمعونها، وهذا الشيء يعني الفنان صعب أن يوصل له. نعم. وأنا فخور بهذا الشيء لأن صعب أن يكسب الشرائح كلها الفنان. نعم. الموقف الطريف اللي صار عندك من معاناة المعجبات أو المعجبين، أكيد معجبات مو معجبين، مو صحيح؟ هو هواي مواقف صارت بس يعني ما أتذكر، بس كل ما يعني مرات يصير وياي يعني أشوف يعني أشكال هي دائما في نفس الحفلات. نعم. فتصير علاقة يعني ودية بيناتنا وصداقة بحيث انه انا ما حاكي وياهم ولا. نعم. بس مجرد النظر لهم يعني هذا. يعني تشوفهم وجوه متابعة دائما وموجودين في حفلاتك دائما. الفنان عبد فلك، مساحة جمهورك وين؟ تعتقدهم يعني أي الأعمار، الأجناس، الوظائف؟ يعني بداية رحلتي الفنية كانت مع يعني غناء شعبي. نعم. بعد ذلك تطورت هاي المسألة وصارت أغنية خاصة بي وجو خاص بي. يعني إقبال الناس، إقبال الجمهور إلي كثر من خلال الحدث الجديد اللي سويته، اللي هو تحديد الهوية، هوية فنان. الفنان عبد فلك. نعم. يعني تركت الأغنية الشعبية، بديت أغني أغنية العصر. نعم. أغنية العصر، أغنية الحدث. يعني حاولت أن أطور نفسي بعد خبرة وتراكم السنين مرت عليه، الحمد لله يعني قدرت أن. ضايقك يعني ملاحقات الجمهور؟ احنا قاعدين يعني جلسة عيد يعني. نعم. أنا اسم أبوي مسوي له مشكلة. نعم. فلك طبعا تعرفون فلك. اليوم أنا قاعد أغني منطقة شعبية، طبعا كنا نعرف أن هاي المناطق الشعبية شبيهة من سوالف للعجائز نعم. جتني مرة قالت لي أنت المطرب؟ قلت لها أنا المطرب. قالت لي أنت بالفلك؟ قلت لها أنا بالفلك. قالت هسه ما خلوا كله إلا جابوا فلك. أنا تفاجأت على ما أردها، قلت لها أشكرك طبعا. قمت غنيت كذا هالشكل، ورا ساعة نص ساعة، ساعة ونص هيك كملت الحفل، نزلت شكرا كذا. جتني المرة قالت لي أبوي أنت من فلك؟ لبيت فلك. عابد، ما تعتقد هذه التسمية يعني تميز الأسماء إلى تأثير بشهرة المطرب؟ الفنان لازم يكون أولا يدرس وضعه. نعم. يدرس وضع صوته، وضعه كاسم، وضعه كشخصية وكثقافة وكوعي، لأنه الآن محتاجين إحنا فنان واعي. نعم. يقدم للأغنية العراقية بما يرضي الجمهور، يعني مثل ما هو حال زميلنا وصديقنا كاظم يعني، والمهند ومحمود، ويعني هذا الجيل اللي بدأ ينتشر، والحمد لله يعني لازم الفنان يكون واعي. العفو حاتم، أنا هم نسيت أقول أنه حاتم سفرته الأخيرة في يعني شكل فد شيء، لازم يكون واعي، اسمه يشكل له شيء، هيكله، لبسه، تصرفاته، ثقافته، وعيه
ما يكون لازم يكون شمولي، ما يكون واحد عندي خط واحد لازم اغني هاي الاغنيه وانتهي، لا لازم احنا نتجاوز عليهم شويه. نعم. يعني ما نكون يعني مو اقل من مستواهم، لا اعلى من مستواهم. نعم. ان شاء الله. إيه، لأنه الفنان دائما مطالب بأنه يقدم نفسه بأفضل مستوى وأفضل شكل. ان شاء الله. فإذا هي الشهرة مسؤولية أكيد، يعني أكيد تفرض على المطرب أنه دائما لازم يتواصل، دائما لازم يهتم بأعماله، يهتم بهندامه، خاصة أنه احنا نفتقر إلى مؤسسة صناعة نجم يعني أنا عليه أنه هو لازم يوظف نفسه بشكل أقول صحيح. شو واحد ست فاطمة، يعني أنا فخور، وأقول يعني فخور لأنه مو أنا عبد فلك، لا بس الأغنية العراقية. نعم. في الأغنية الخليجية قبل أسبوعين فازت أغنية تسمح لي تغزل بعيونك، الثانية في إذاعة مونتي كارلو على الأغنية الخليجية. نعم. يعني أنا كلش فخور بهذا الموضوع، أكيد. لأنه هذا نصر للأغنية العراقية. نسمعها هذه الأغنية اللي هي تسمح لي تغزل بعيونك. والله هي القعدة مو مال مقسوم بلدي، فممكن نغني في الأغنية هيك نعم. حتى صفقة نعم. شعبية. نعم. ممكن مو يلا. حتى نطلع من هاي جزاك الله. صاير عندنا شوية صفقة ما لا هم ما شاء الله نشطين يعني، وعيد والناس حقها علينا ونمتعها ونقدمها الجميل دائما. جزاك الله ألف خير الجزاء يا ناكر طيبتي وحبي ووفائي. جزاك الله ألف خير الجزاء يا ناكر طيبتي وحبي ووفائي. جزاك الله عني عفتني لوحدي أغني. جزاك الله عني عفتني لوحدي أغني. على اليوم وعجبك غنائي. جزاك الله ألف خير الجزاء وحبي ووفائي. جزاك الله ألف خير الجزاء يا ناكر طيبتي وحبي ووفائي. جزاك الله يا ناكر جميلي يا مصدر بلوتي ويا قلق ليلي. جزاك الله يا ناكر جميلي يا مصدر بلوتي ويا قلق ليلي. حتى الآه اجتني وتشتكيلي. حتى الآه اجتني وتشتكيلي منك يا سبب حزن وبلائي. جزاك الله ألف خير الجزاء جزاك الله ألف خير الجزاء. على الياغل ويعجبك غنائي. على الياغل ويعجبك غنائي. الفنان المها، المها اكو اغنيه لحد الان يعني انت عاجبك تغنيها وما سجلتيها؟ اعتقد يمكن قدمتي اغنيه او اغنيتين للتلفزيون، مو صحيح؟ اكو اغنيه انت عاجبك تغنيها وما سجلتيها الان؟ طبعا عندي أغنية جديدة. اغنيه جديده. نقدر نسمع منها شيء؟ ان شاء الله. أنا في صمتي أندهلك شاكي بالعيون نجوى. أحس أنت بعديت عنك وبيني وبينك الخطوة. حياة أنت وضيعينك وخطوة بينك وبيني. حياة أنت وضيعينك وخطوة بينك وبيني. ولكن يا حبيبتي لكن يا حبيبتي اجت من وينه القسوة. اجت من وينه القسوة.
حبيبي غربتي طالت وانا مشتاقة لعيونك وايام العمر ضاعت حسابك مر من دونك حياة انت وضيعين وخطوة بينك وبيني حياة انت وضيعين وخطوة بينك وبيني ولكن يا حبيبة لكن يا حبيبة اجت من وين هالقسوة اجت من وين هالقسوة انا في ظني انتهلك شاقي بالعيون نجوى احس انت بعديت عني وبيني وبينك الخطوة حياة انت وضيعين وخطوة بينك وبيني حياة انت وضيعين وخطوة بينك وبيني لكن يا حبيبة لكن يا حبيبة اجت من وين هالقسوة اجت من وين هالقسوة الفنان باسم العلي، تعتقد مساحة جمهورك وين؟ يعني أي فئة هم من الفئات أو أي عمر من الأعمار؟ يعني بداية تلفزيون الشباب يعني نعم بدينا بالأغاني أنا حسن بالإغاني نعم. عمري نعم ولحر قلبك ووسط الشرق وابد معي من حبيبي نعم فلجأت إلى طريق آخر هو طريق اللي يعني مو انه مو الصحيح واللي اكثر من الصحيح نعم انه نبني مثل ما قال عبد انه مستوى نعم اكثر تطور واكثر فبديت بواقع الحال مهم. والاغنيه نعم يعني حسيت انه جمهوري مو ابتدأ اللي اكثر من واقع الحال نعم يعني قد ما بديت من عمري ووسط الشر بس واقع الحال كسب لي جمهور انه اكثر من ذاك الجمهور نعم الشاب أكيد لأنه هي أكثر استقرارا وأكثر جمالية من ما بديت فيه فاضطريت بعدها كنت استخدم طريقه انه واقع الحال مغروره نعم يا ابن ادم ابو دم العسل بس الطريقه انه على مود لا ما افقد الطرفين نعم مثلا انه اغنيه خفيفه نعم بدأت توازن بين كفتين الشباب نعم. نعم. واغنيه فجمهوري الحمد لله بشكل انه بس انا جمهوري بالتصوير يحاسبني هواي لانه تصويري كله دراما عارفين يعني نعم نعم فيحاسبني على كل لقطه نعم. لأنه هو أكيد حتى موضوع الأغنية أيضا يفرض نفسه على اعتبار أنه أنت محتاج أنه توظف كل أدواتك من خلال تصوير الأغنية تلاحظين انه الاغنيه اللي هسه بالفتره الاخيره انه يعني سيناريو نعم بسبيل ما نخلي انه المطرب نقاط ورباط وواقف قصة صغيرة قصه بست دقائق وظفت فيلم هيك تسوي مثلا نسمع واحدة من هاي الأغاني اللي هي قصص ممكن؟ انت براحتك يعني أغنية. لا أنت براحتك يعني أنت ضيفنا فاللي يعجبك تغني إحنا حاضرين يعني بس احنا نريد نغني اغنيه لانه عيد فاحب ان نغني اغنيه وهي الاغنيه من الحاني غناها مطرب ومعروف واللي هو وليد توفيق نعم اغنيه شلون انساك يندل الغفر نعم بهاي المناسبه لانه عيد واغاني فرحيه احب انا اغنيها اي والله خفيف خفيف
يا عشرة يوم واقعد وحاجيك واقعد وحاجيك عشرة عمر يا فلان تريد اجافيك تريد اجافيك فيك القلب مالوف ولا العيون فيك القلب مالوف ولا العيون وردي لو تسمح بروحك شلون انساك شلون انساك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك وشلون شلون انساك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك والله بيك القلب مالوف من ولا هالعيون بيك القلب مالوف من ولا هالعيون وردي لو تسمح بروحك شلون انساك شلون عاشق اليوم اقول اليوم باكر بيقول باكر بيقول وامل البشري وسم العيون وسم العيون فيك القلب مالوف ولا العيون فيك القلب مالوف ولا العيون وردي لو تسمح بروحك شلون انساك شلون ويلي يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك وشلون شلون انساك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك والله فيك القلب مالوف ولا العيون فيك القلب مالوف ولا العيون وردي لو تسمح بروحك شلون انساك شلون انساك شلون انساك شلون انساك شلون انساك شلون انساك ضمن إجابات أو أسئلة سريعة وإجابات سريعة نسأل الفنان مهند محسن. مهند، شو وقت يرقص قلب الحبيب أو شلون يرقص قلب الحبيب لما يحب محبوبته؟ يعني على يا ايقاع يرقص. والله كيفك أنت إذا شايف على إيقاع، طالما هي يعني إنه أنت شغلتك ملحن ومطرب في آن واحد، تقدر تختار لنا إيقاعات إذا عجبك يعني. ما طول الإيقاعات ما شاء الله يعني كلها موجودة. اكيد يعني يرقص على الوحده ونص. على الوحدة ونص؟ يعني ما بايك الإجابة مني؟ لا لا. زين، ممكن تترجم لنا إياها هذه القضية اللي هي على الوحدة ونص بأغنية؟ اغنيه من الكاسيت الجديد اللي راح اقدمها ان شاء الله هاي السنه الجديده. نعم. هم تقريبا هي ايقاعها مو وحده ونص بس مقسومه هم من الوحده ونص. انت تتدلل وحبه حب ابد ما له حدود، ولو ردت من عندي روحي بيها قدمها وجود. انت تتدلل وحبه حب ابد ما له حدود، ولو ردت من عندي روحي بيها قدمها وجود. مو مهم اسهر ليالي ولا مهم ينشغل بالي، مو مهم اسهر ليالي ولا مهم ينشغل بالي. المهم انت حبيبي وماكو غيرك بالوجود.
بالوجود بالوجود المهم انت حبيبي وماكو غيرك بالوجود بالوجود بالوجود. عاشت الأنامل اللي أسفت واللي لحنت. سؤال آخر عندنا، متى لا يسمع الرجل نصائح زوجته؟ فأعتقد المتزوجين من بيناتكم يعني ممكن أن يجاوبون على هذا السؤال، يعني مع الاحتفاظ بعدد المعجبات. ما راح نفقد أحد معجباته إذا يجاوبوا. ها عبد. ليش يعني؟ بس أنا متزوج، أبو أحمد متزوج. لا بلا فضايح. بلا فضايح؟ بلا فضايح. صلاح مثلا، صلاح جاوب انت. لا صلاح متزوج بعد جديد يعني. يتزوج، ناوي يتزوج بعده. إذا صار بيناتهم خلاف راح نعم. يكون إشكال. ولذلك ما يسمع نصائحها؟ لا بالعكس ترى. الزوجية فيه وايد نعم. إشكالات. إذا تمر صدفة مثلا نعم. لو يصير بيناتهم إشكال يا ربي ما راح يجيب نفهم. مشاكل. اقول انا شو وقت؟ اقول انا شو وقت؟ شو وقت؟ شو وقت ما اقول اريد اصور ما تقبل راح اصور. ويمكن يكون إذا ما حب الرجل زوجته ممكن ما يسمع نصائحها، يكون حاب عليها مثلا. لا اه بالعكس الزوجة تكون يعني هي الاولى. فلنسمع رأي المتزوج حاتم العراقي. أنا أتمنى الخير لكل المتزوجين يعني، إن شاء الله. وأعتبر الزوجة هي فد شيء ثاني يعني. وراء كل رجل عظيم امرأة زوجته. وتكون المرأة هي زوجها، ولو ما تحبها ما تعطينا صراحة. نعم. زين ها هي تحبه حاتم. احنا بدنا نقول ايش وقت هو ما يسمع نصائحها. تسمحي لي راح هاي بس انا في رايي المراه نعم. تنثار لما يكون اكو طرف ثاني بيها مرأة. يعني هذا الشيء خاصة المتزوجين لما يعني متى لا يسمح لا يسمع الرجل نصائح زوجته. يعني لما اكو شغلة مثلا في شتى المجالات يعني بالعمل. نعم. اذا المرأة تكون يعني منافسة مو منافسة يعني تكون مثلا هي في مجال عمل وهي نعم. زوجها. نعم. ممكن تصير غيره. نعم. ممكن تصير اشياء يعني تثير الزوجة. بس بهذا العفو الزوجة إذا ما تقدر ظروف زوجها، لأن زوجها مثلا في مجال الفن يعني. هي تقدر مثلا أنت مثل حاتم فنان أو عبد فنان أو صلاح فنان، تعرف له معجبين وتعرف له ناس يحبوه، فما ممكن حتى إذا بالتليفون إذا ما حاتت فلانة أو ما سلمت على فلان أو ما ضحكت في فلان لازم الجمهور ينتهي بصورة عامة. نعم. فلازم تقدر هذه الظروف. يعني بالبيت حاتم يستقبلون معجباتك من عادي يتصلون؟ كلش عادي يعني. صحيح؟ والله العظيم. زين هذه دعوة المعجبات حاتم العراقي يتصلون بعيد. لأن الزوجة المثقفة اللي تعرف هذا الشيء وتعرف زوجها يعني مو ملكها وحدها، ملك الجمهور لجميع الجمهور. فلازم تكون هي يحبها تعرف هي تعرف هو شنو إلها يعني. نعم. هو بالاخير هو إلها. نعم. يعني زوجها وحبيبها وابو اطفالها. نعم. فتكون معجبين يعني هسه غير هذا السؤال اللي علينا الشهرين غير هذا السؤال. هي الغيرة موجودة حتى الثقافة يعني. إذا كانت المرأة مثقفة فالغيرة موجودة أساسا بها. هي ما لها علاقة بالثقافة يعني، الغيرة هذه قضية أخرى ما مرتبطة بثقافة الإنسان. ورغم هذا حاتم نسألك، شاب كل ما يحب بنية تتزوج وراء شهر، هو قاعد الأخ يومين يحب وحده، شو تنصحه؟ أقول له بعد واسكت. زين سؤال آخر نتوجه به للفنان أكرم الرحال. أكرم نسألك، شو تفضل الزواج بعد قصة حب أفضل لو بدون حب أفضل؟ وتغني لنا على هذا الموضوع أغنية يا ريت. واعتيادي الزواج عن حب أفضل. نعم. لأن حتى لو صارت مشاكل بين الزوج وزوجته فراح يتجاوزون لأن اكو شيء كبير بيناتهم اسمه حب. بس إذا مو عن حب من أول شيء فركش. يعني تعتقد إنه الزواجات اللي ما جاية عن حب ما ممكن أن تعمر أو تدوم أو كذا؟ هو اكو زواج بدون حب بس بعدين يصير حب، لازم يصير حب. إذا ما صار حب وصارت مشكلة فنفركش، بس عن حب أكثر. زين ايش راح تغني لنا؟ فأغني الحب أغني يا قلبي. يلا نسمع يا قلبي. قلبي متعذب يعني. شايف حبك؟ قلبي متعذب يعني. مرتاح. يا قلبي والله حبك يا قلبي، يا
والله ريدك يا قلبي يا قلبي والله حبك يا قلبي يا قلبي يا قلبي والله ريدك يا قلبي يا قلبي يا حبيب انت الهنا يوم بفراقك سنة يا حبيب انت الهنا يوم بفراقك سنة والله غار عليك والله يا قلبي يا قلبي انا غار عليك والله يا قلبي قلب عندك يا قلبي وما انا من الليل وانت بعيد عني يا قلبي ومن تغيب روحي قلب عندك يا قلبي ويا حبيب انت الهنا يوم بفراقك سنة يا حبيب انت الهنا يوم بفراقك سنة والله غار عليك والله يا قلبي أنا غار عليك والله يا قلبي صدق ما أحب يا عمر غيرك وانت تدري يا قلبي انت حبي واختياري وانا ما استغنى عنك وما احب يا عمر غيرك وانت تدري يا قلبي انت حبي واختياري وانا ما استغنى عنك يا حبيب انت الهنا يوم فراقك سنة يا حبيب انت الهنا يوم فراقك سنة والله غار عليك والله يا قلبي وانا غار عليك والله يا قلبي والله غار عليك والله يا قلبي انا غار عليك والله يا قلبي. الفنان حاتم العراقي نسألك شنو اسم الدلع اللي تناديك به حماتك؟ والدة زوجتك يعني. من ايه؟ والدة زوجتك. شو بدلعك؟ ما شايف. مشرفك. هو ولا مدلعتك ابد ولا شايفه؟ زين عيد هذا. ماكو دلع بس اسمه ابو احمد اسمي. زين يعني ما تدلعك. انت مرتب امورك وياها لا اكيد. هي احترام بيننا وبينها. الحمد لله. زين حاتم ايش راح تغني لنا؟ كيفك انت شو تغني؟ غلطة حبك وغلطتها واني اتحمل غلطتي وحيل بيا وبعد خلها تحرق خدودي دمعتي. غلطة حبك وغلطتها واني اتحمل غلطتي وحيل بيا وبعد خلها تحرق خدودي دمعتي. وبعد حيل عيوني بجن بلكت عمن من حصرتي وهاي روح حيل بيك من يشيلك هالوداع. هاي روحي هاي روحي هاي روح حيل بيك من يشيلك هالوداع. عفت كل الناس ليش بعشق هالظالم آف آف شنتظر يلي تريدين انتظاري مو صغت لعيونك كحل من دم سمار. شنتظر يلي تريدين انتظاري مو صغت لعيونك كحل من دم سماري. عيني يوم ثوب بنفسك
طبيبة يا أم التراكي سولة العشاق تضحك وأنا من طبع البوت سولة العشاق تضحك سولة العشاق وانا من طبع البوت يا ما مرجح هواكم يا ملول يا ما مرجحني هواكم يا ملولة يا ملولة وانا يا يما قلت لهم ملول وانا يا يما قلت لهم ملول دار حبهم مني الاول بيك دار حبهم مني الاول بيه لولة ولو نسوا حب يا يما باقي حبهم على باب لو نسوا حب يا يما باقي حبهم على باب يا ليلة دانا ودانا هدانا ليش ما يسهر صحيب معانا ليش ما يسهر صحيب معانا يا ليلة دانا ودانا هدانا ليش ما يسهر صحيب معانا ليش ما يسهر صحيب معانا صحيبا ينفعك وقت شدة ويحكي عنك في غيابك يرده ليش ما يسهر صحيب معانا صحب صحيبا يحتاجه انت بيوم صحب صحيبا يحتاجه انت بيوم او يشفي عنك صحيبا يتعده دان ودان ودان دان ويشفي عنك صحيبا يتعده دان ودان ودان دان ودان 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 ما يسهر صحيب معانا فهم صحيبا جربا بالنوايب املى مكانك حتى لو كنت غايب ليش ما يسهل صحيب معانا صحيبا جربا بالنوايب املى مكانك حتى لو كنت غايب ليش ما يسهل صحيب معانا صحب صحيبا احتاجه انت بيوم صحب صحيبا احتاجه انت بيوم ويسمع عنك صحيبا
الفنان مهند محسن، أغرب أوتوغراف كتبته؟ والله اكو شيء صار وياي طبعا. هي هواي اشياء صارت يعني بس اكو شيء يعني لفت انتباهي وظل ببالي يعني. نعم. مرة من المرات معجب نعم. ما كان عنده يعني ورقة اكتب له عليها. نعم. فكتبت له على ايديه. الله. فكتبت له فهذا الحبر يعني يروح اذا مثلا يصير. نعم. فورا فترة يمكن شيء يعني ثاني يوم خابرني قال لي هذا اللي حد الان انا يعني مو غسل يدي علم ولا حتى هذا اليوم. ارجوك انه اجيك يعني اي مكان حتى اتوقع لي على واقع حتى يبقى دائما. الله. يعني هذا يعني بقبالي يعني هذا دليل على انه يعني اعجابه يعني بالفنان فعلا من كل داخله من كل قلبه يعني. أكرم الرحال، أغرب أوتوغراف أو أغرب حدث صار وياك ويا معجب أو معجب؟ والله أحد المعجبات مرة بحفل نعم. جابت لي دنبوس طلعتني ايدها. الله. قالت لي اريدك تشوفني وتطلع الدم. يا سلام. حتى تبقى هاي تشكي. تتذكرها من أكرم الرحال. فأنا من أشوف دم أخاف يعني. فقلت له ما أقدر شنو. فقالت أنا مشكلتك. لازم خلاص يعني ما عليك إلا أنت. قلت لحد الآن ما محل الدم، وصل الدم ما أعرف. فغمضت عيني شكيتها. صراحة. والله هي هواية صادف يعني بالحفلات. هواية صادف. يمكن عدة مرات اكو يعني دائما يكون ماكو قلم. ليش المطرب في القلم بالمناسبة يعني؟ أدري الشاعر في القلم ما يخالف، قدرنا وصلنا أقلام. والله صدفة مرات واحد يشيل قلم مرات ما. لا والله المطربين على طول ملاحظة اللي هم إنه دائما يشيلون أقلام. يقوون ما ادري انطب قلم كحله وقعت له. قلم كحله. زين. حاتم العراقي. أنا قبل أيام. نعم. كان عندي حفلات بالبصرة. جتني أحد المعجبات. فكتبت له يعني دفتر خاص كتبت له بالدفتر. نعم. قالت لي أحسن من هذا الشيء. قلت له شنو ولا أحسن؟ أنا كتبت لك بالدفتر. فصوري كاتب الأغاني مالتك ولا بعدين هي كانت جاية من المدرسة مالتي. نعم. يعني طالبة مدرسة. طالبة مدرسة فشايلة درجات الامتحان مالتها اللي هي الشهادة مالتها. نعم. قالت لي ممكن يتوقع لي مكان ولي أمر طالب. الله. والله العظيم يعني. وقعت مكان ولي أمر طالبة؟ قلت لها ما يصير. قالت لي أنت ما لك توقع. وقعت؟ هاي هي. الفنان باسم العلي، أغرب أوتوغراف. يعني أغرب أوتوغراف إنه مرة من المرات بحفلة. نعم.
ما نساعد السيارة، نعم يعني شغل بدها أطلع، نعم فالجمهور بدها أوقع، فواحد ما لحق يتوقع يعني ما أقدر يعني أكتب له أي عبارة، نعم. بس كتبت باسل بس هيك ما حركت. نعم توقف قبال السيارة، وقف شنو؟ ايش كاتب لي؟ يقول لي كاتب له علاج شنو؟ كاتب له عبارة؟ والله اي والله. حلو. عبد فلك. فكر حنفلك يعني؟ اي طبعا يلا شلون نغير اسم ابوك؟ لا ما نايم لا بس المشكلة قاعد أغني بخان مرجانية أنا ما أعرف ولد جاب لي ورقة صغيرة نعم يعني تعرفين مشغول وديركسون كذا زين خليته بجيبي. نعم. ولد الثاني هم اجى جاب لي ورقة خليتها بجيبي. مال طلبات يعني؟ اي نعم. مشكلة. فورا قبل ما اخلص بدقيقتين اجى علي ولد قال لي يا اخي قلت لك انا اريد تحية وكذا واريد عندك توقع لي كذا. زين. فطلعت له الورقة قلت له اخوي هنا مكتوب نفرين كباب انا ما ادري ما ابيع كباب انا مطرب يعني فجايب لي مال سؤال آخر نسأل إنه ما أجمل ما قيل في العيون، ويا ريت مطربين الآن يعني يتحفون بشيء عن العيون من خلال أغنياتهم. مهند عندك شيء عن العيون؟ أغنية يعني هي عامة بس بيها مقطع جميل من العيون. نسمعها. طلع خليجي وجدة جلسة بس بطيء يا طالب الخلة في قلبنا خلة يا طالب الخلة في قلبنا خلة اللي رمى بسهم اللي رمى بسهم صح القلب خلة صح القلب خلة يا طالب الخلة في قلبنا خلة يا طالب الخلة في قلبنا خلة اللي رمى بسهم اللي رمى بسهم القلب خلة صح القلب خلة حبيت بحر العمر يا صاحب من السمور حبيت بحر العمر يا صاحب من السمور عدها العيون الخضر عدها العيون الخضر فيها السحر كله فيها السحر كله يا طالب الخله في قلبنا خله يا طالب الخله في قلبنا خله اللي رمى بسهم اللي رمى بسهم صح القلب خله صح القلب خله قلت لها يا منيتي يا الله اشكي انا حالتي قلت لها يا منيتي يا الله اشكي انا حالتي وعينيني في بلوتي عينيني في بلوتي ويت لي عنها ويت لي عنها يا طالب الخله في قلبنا خله يا طالب الخله في قلبنا خله اللي رمى بسهم اللي رمى بسهم صح القلب خله صح القلب خله
تغير الخبر يعني. ما يخالف. الفنان باسم العلي، عندك شيء عن العيون أو حافظ مثل عن أجمل ما قيل في العيون؟ أنا غنيت على العيون اللي قلت بيها عليك عيون سودة وسابي الناس. حلو. نظراتك تشل الجدم والراس. حلو. نسمع. ماشي. اسمعك على حبيبي. من عمري على عمرك حبيبي وللموت ما عوفك حبيبي. من عمري على عمرك حبيبي وللموت ما عوفك حبيبي. من عمري على عمرك يا الاسمار يا اللي بشوفك فرح تزيدك نار. انا بلياك قلبي تفكر، انا بلياك قلبي تفكر بيت الكعبة. والله بيت الكعبة، والله بيت الكعبة. عليك عيون سودة وسامية الغار، نظراتك تشيل ايدك والراس. عليك عيون سودة وسامية الغار، نظراتك تشيل ايدك والراس. عليك عيون حلوة واحلى العيون ولك طول العمر صاحب ومطلوب. لا تبعد اخاف الناس يحجون، لا تبعد اخاف الناس. راحوا بيت الكعبة، والله بيت الكعبة. أريد وياك تقضيها الليالي وأريدك دوم تسعدني يا غالي. أريد وياك تقضيها الليالي وأريدك دوم تسعدني يا غالي. أريدك بالعمر وياك يا فلان وأقضي العمر بالخير والأحزان. من غيرك يا قلب العمر حيران، من غيرك يا قلب العمر ما هو بيت الكعبة. والله بيت الكعبة، والله بيت الكعبة. عليك عيون سودة وسابية الغار، نظراتك تشيل ايدك والراس. عليك عيون سودة وسابية الغار، نظراتك تشيل ايدك والراس. عليك عيون حلوة واحلى العيون ولك طول العمر صاحب ومطلوب. لا تبعد اخاف الناس يحكون، لا تبعد اخاف الناس. ما هو بيت الكعبة، والله بيت الكعبة، والله بيت الكعبة، والله بيت الكعبة. من بين المطربين اللي غنوا عن العيون الفنان صلاح حسن. صلاح أغنية العيون ممكن أنا نسمعها؟ غنيت أغنية سحر العيون. نعم. اسمعوها. نسمعها. بس والله حير بعقالي. نظرات عيونك حبيبة عذبت قلب الحنون، بسمة شفافك لهيب يا سحر العيون. نظرة عيونك حبيبة عذبت قلب الحنون، بسمة شفافك لهيب يا سحر العيون. ما دريت اسهام عينك منها تعلم غزل، شوق مش ما تتخذل الظالم زعل. ما دريت اسهام عينك منها تعلم غزل، شوق مش ما تتخذل الظالم زعل. نظرات عيونك حبيب عذبت قلبي
ليل ببعدك يا عمر من نشقد يطول صبر وقته قالوا اللي يصبر ينور ليل ببعدك يا عمر من نشقد يطول صبر وقته قالوا اللي يصبر ينور ما دريت سامعني من اتعلم مثل شوف تشبهك كلام ما دريت سامعني من اتعلم مثل شوف تشبهك حقيقة نتمنى أنه كل العيون توصل رسالتها، لأنه أصدق رسالة هي رسالة العيون، وهي أكثر من يكون يعني على قدرة وعلى إمكانية من أنه يوصل كل ما يحتاجه وكل ما يريده من خلال لغة العيون هذه اللي كلتنا نعرفها ونعرف أهميتها وطريقة توصيلها. سؤال الفنان حاتم العراقي، تعتقد شنو برأيك الشهر اللي يكون هو ما موجود بالتقاويم السنوية لكن هو يكون أكثر شهرة من كل الأشهر الأخرى المعروفة عنه؟ شنو هو هذا الشهر؟ يمكن نقول عليه شهر هذا شهر محبوب لكل زوج وزوجة، يعني بداية زواجهم. نعم، اللي هو شهر العسل. المعروف أنه لكل فنان أغنية متميزة من خلال السنة اللي قدم بها مجموعة أعمال، وبالتالي احنا يهمنا أنه نعرف ونعرف ضيوفنا ومشاهدينا الكرام عن أفضل أغنية غناها الفنان عبد فلك خلال عام 96 من كل ما قدمته من أغاني. إذا هن بقوشر وايد، واحدة اثنين ثلاثة وايد بقوشر. ما إنه احنا بقعدة عيد ولازم أغنية هيك خفيفة، فراح أغنيكم موال صغير وأغنية جديدة اسمها دورك وين، غنيتها قبل ب 96. نعم. هلك خلوا علي حرام هلك خلوا علي حراس وعيون ومن دمع جرى النهران وعيون خوش ترى خوش خدود لك يا ترف وعيون شهل بيهن حياتي والمنية أدورك وين وانت بنص العيون بس سمعين صوتك وانا الممنون أدورك وين وانت بنص العيون بس سمعين صوتك وانا الممنون أدورك وين وانت بنص العيون بس سمعين صوتك وانا الممنون أدورك وين وانت بنص العيون بس سمعين صوتك وانا الممنون أغصبيك من وشمك من يحب الهوى نسمع أغصبيك من ضوق الزاد غصار وشمك من يهب الهوى نسمع وغار عليش حتى من ليش النور أدورك
اشوفك ادورك وين وانت بنص العيون ادورك وين يا حلوه والاقيك ادورك وين وانت بنص العيون واشوفك نار قلبي اجويك ادورك وين وانت بنص ايه اذوب من الحزن مني مرضاري اذوب من الحزن مني مرضاري وغار عليك حتى من اللي يشمون ادورك وين ايه اشوفك وين اخاف عليك يا حلوه من الافراح ادورك وين وانت بنص العيون وعلى حبي اللي بقلبك خاف ينفاض ادورك وين وانت بنص العيون اخاف عليك يا حلوه من الافراح ادورك وين وانت بنص العيون على حبي اللي بقلبك خاف ينفاض ادورك وين وانت بنص ايه انا بكل وقت بقلبي الك مشتاق انا بكل وقت قلبي الك مشتاق وغار عليك حتى من اللي يشمون ادورك وين ايه ادورك وين ايه ادورك وين أغنية يا دنيا أغنية أبو دم العسل. زين صاروا ثلاثة. صاروا ثلاثة. زين. بس إحنا لأنه مناسبة عيد نعم. بنغني أغنية أبو دم العسل. اسمع أبو دم العسل. سمارة مجنن خدوده عيون مكحلة وسودة سمارة مجنن خدوده عيون مكحلة وسودة ها ابو صوت العبيد سلب قلبي سليم ابو صوت العبيد سلب قلبي سليم عيون الغزل والله ابو دم العسل حبيبي ابو دم العسل والله اشوف الشمس بعيونه سمارة قد حلولونه اشوف الشمس بعيونه